باش تكون مرتاح وانت كتسمع لهاد القصه هادي، دير الكيد ديالك. بسم الله توكلنا على الله. القصه ديالنا كتبدا مع بنجامين الحلاق، ولا عرفتوا شنو غنسميوه حسن؟ غنسميوه بن جلون. بن جلون ومراتو ساره عندهم واحد البنيه يلاه تزادت تما وزين، عائله صغيره على قد الحال. بن جلون كان عايش بخير مع العائله ديالو، خدام في الصالون ديالو على قد الحال. المهم ما عندوش وما خصوش. في المدينه اللي كان عايش فيها كان ساكن واحد القاضي معروف سميتو تشازي. هاد تشازي شخصيه مهمه في البلاد، اللي بغاها في المدينه كتكون ديالو، ما عليه غير يامر. وهو النيت اللي كيعدل ما بين الناس اللي تما. بحكم السلطه اللي عنده كان عايق براسو بزاف، واحد الطاغيه منه ما كانش عنده بنت. الام ديالها توفات شحال هادي، وهو اللي ولا مربيها دابا. قرر باش يزوجها لواحد الالماني لاباس عليه، وشرطوا عليهم العائله ديالهم باللي خصهم يديروا لها احسن عرس في المدينه كامله. داكشي علاش داروا لها في وسط الساحه ديال المدينه بحضور اهم الشخصيات اللي فيها. المهم غير الشفاره والفاسدين. بالصدفه بن جلون تا هو كان خارج ديك النهاريات هو ومراته باش يدوروا، ما غيمشيو غير للساحه اللي فيها العرس. وهما في الساحه مخلطين مع الناس. العرس بادي، قضيه تازي كيهز عينيه كتجي عينو في ساره عجباتو ما بغاش يطيح عينيه منها. هو يسول المساعد ديالو، قال لي شكون هي ديك البنت اللي مع داك الراجل. المساعد رد عليه وقال لي داك راه بن جلون الحلاق اللي في المدينه. قال لي راه كلشي تيمشي عنده تعرف يحسن. قال لي وشكون هي ديك اللي معاه؟ قال لي ديك راه مراتو ساره، وديك البنيه ديالهم يلاه تزادت. قال لي هاد الزين كامل داد الحلاق هذا ما يستاهلوش. من بعد ما سال العرس كلشي مشى رجع في حاله. القاضي ما قدرش ينساها. تشازي طاح في ساره ولا كيبغيها، كيصيفط لها كادو واش حتى للدار فاش ما تيكونش راجلها. ساره كانت تبغي راجلها، داكشي علاش داكشي كامل اللي كان تيصيفط لها كانت تلوحو في الزبل. وراجلها مسكين ما عمره ما شك فيها. هو كان شايق في مراتو بزاف وعارفه كتبغيه، وحتى هو كيبغيها. القاضي تازي شاف ساره ما مسوقاش ليه، واخا حاول يغريها بجميع الطرق. المساعد ديال القاضي طيح عليه فكره، قال لي علاش ما تلصقش ليه تهمه وانت القاضي ديال المدينه ساهله عندك هادي. دار عنده القاضي وشاف فيه قال لي عندك الصح، هاد المهمه نخليها لك. المساعد ديالو دبر على ناس خصيصا باش يطبقوا هاد العمليه هادي. مشى دبر على كميه ديال المخدرات وقدروا يحلوا الحانوت ديال بن جلون بالليل وزرعوها فيه. دخلوا خباو ديك المخدرات بلا ما يشوفهم حتى شي واحد وقدروا يخرجوا بحال ما كاين والو. بن جلون فاق الصباح باش يرزق على الله، حل الصالون ديالو في الصباح وهو خدام. كيتفاجئ بالبوليس واقفين ليه قدام الحانوت. دخلوا بلا ما يقولوا ليه حتى حاجه وبداو كيقلبوا، رونوا ليه الصالون ديالو كامل. اي بلاصه طيح لكم في البال قلبوها. كيهضر معاهم وما كاينش اللي يسمع ليه، عيا ما يغوتش والو. شويه كيجبدوا ديك الكميه ديال المخدرات، كيتفاجئ بها بن جلون وداك الناس اللي كانوا حاضرين في الصالون. داروا ليه المينوط في يديه وداو السجن المحلي ديال المدينه. يبقى فيه ويساين بين ما تحكم عليه. نهار ديال الحكام ديالو جات مرتو ساره باش تطلع عليه باش تشوف شنو غيديروا معاه، ما خلاوهاش تدخل بحكم ان قاضي تشازي هو اللي غيكون مكلف بالقضيه ديالو. القاضي تشازي كان قاصح بزاف وحكم على بن جلون ب 12 عام ديال الحبس، غيدوزها كامله في واحد السجن بعيد بزاف على المدينه ديالو. يعني قدرين فيه من المدينه وما يبقاش يشوف مرتو وبنتو لمده طويله. 12 عام ديال الحبس ماشي ساهله. هذاك الشيء اللي وقع، داروا ليه المينوط وخرجوه من المحكمه وداو ديريكت للسجن اللي قلت لكم عليه، السجن بعيد بزاف على المدينه ديالو. هنا الوقت والزمان قدر يتغلب على ساره، ما حيرش مسكينه لبنتها، ما حيرش المصروف ديال الدار، ما حيرش الكرا، كلشي تجمع على ساره. من بعد ما داز 11 عام قدر يرجع بن جلون لدارو. الطريقه باش رجع بن جلون لدارو هي قدروا يطلقوا السراح ديالو قبل ما يكمل المده ديال السجن ديالو، يعني ضرب 11 عام ديال الحبس. فاش خرج من السجن تلاقى مع واحد السيد هو اللي دار معاه زوين وقطع عليه تشيكات في واحد السفينه اللي كانت راجعه للمدينه ديالو. فاش وصل للمدينه اول حاجه دار بن جلون هي مشى للدار اللي كان ساكن فيها. لقاها تبدلات عليه بزاف، لقى لتحت باللي كاين مطعم والفوق هي فين باقي الصالون ديالو ولكن مسدود من شحال هادي. ومن فوق الصالون كاينه الدار فين كان ساكن بن جلون مع العائله الصغيره ديالو. تخيلوا معايا هاد المده كامله اللي دوز في الحبس مرتو ما قدرتش تخونو مع القاضي تشازي.
واخا دوك الاغراءات كامله اللي قدر يدير معاها ما دا منها الحق لا باطل. رجعوا لبن جلون وفاش وصل للدار ديالو تلاقى مع واحد البنت كانت في المطعم وهي اللي حلت ليه الباب. هاد البنت هي اللي كانت خدامه في المطعم لتحت وبنت مولا الدار الاولانيه غنسميوها كوثر باش تبقاو عاقلين عليها. كوثر كتصحاب بن جلون كليان ودخلاتو للمطعم وحطات ليه واحد الفطيره ما فيها ما يتشكل. بن جلون كيدور عينيه كيشوف في المطعم كيبان ليه المطعم بلي حالته حاله وما فيه ما يدار، لا كليان فيه لا والو. هضرات مع كوثر وقالت ليه اسمح لي راه ما عنديش اللحم اللي غندير لك في وسط الفطيره. قلت لي راه ما عنديش باش نجيب سلعه جديده باش نخدم. قال لها معليش. قال لها واش الناس اللي كانوا ساكنين الفوق باقيين ساكنين؟ ردات عليه كوثر وقالت ليه راه يمكن لك تطلع تشوف الدار، لا بغيتي نكريها لك نكريها لك. هادشي فاش كانت تفكر كوثر. من بعد ما وصلوا للدار الفوق كيتفاجئ بن جلون باللي الدار باقا كيما هي، حوايج ديال بنته الصغيره والالعاب ديالها باقيين ملوحين في البيت. ويدور عند كوثر قال لها واش ما فكرتيش تكري الدار هادي؟ كوثر ردات عليه وقالت لي اللي كيجي كيبغي يكري كيقولوا ليه باللي الدار مسكونه خصكم تسكنوا فيها. كانت ساكنه فيها واحد المراه وبنتها الصغيره. قبل ما تاكل السم كلاش بنتها وماتت مسكينه الله يرحمها. بن جلون تيسمع القصه ديال مرتو تصدم وطاح للارض، بدا كيغوت ما فهم والو. او هادي مرتي اللي تعاود ليا عليها. كوثر حاولت تواسي بجميع الطرق ولكن مسكين ما قدرش يصبر. ناض ريح الاريكه ديالو جبد كارو من جيمو وشعلو. بقى تيبكي بزاف. شويه ناض من الكرسي ديالو هو كيتمشى بخطاوي اللي مسخسخين ديال بصح. مشى للشرجم ديال الصالون ديالو وبدا كيطلع الناس. كيبانوا ليه الناس غاديين جايين. هو يدور عند كوثر قال له هاد الناس كامل اللي كتشوفي فيهم شي واحد فيهم ما يستاهلش، كلهم فاسدين وكذابه غير الشفاره كلهم كيستاهلوا يموتوا. كوثر قالت لي عندك الحق. قالت لي والله ما كذبتي كلهم كيستاهلوا يموتوا. من بعد ما عرفاش باللي هو بن جلون اللي كان ساكن في الدار هنايا سولها قال لها فين هي بنتي زين؟ ردات عليه وقالت ليه من بعد ما ماتت مرتك ساره جا القاضي تشازي ودا بنتك هو اللي ولا مربيها. هو ما مربيها ما والو، سد عليها في واحد البيت ومخليها تما. من بعد خرجوا كيدوروا في السوق كيتصادفوا مع واحد خونا كيسوق المنتوج ديالو اللي عباره عن زيت ديال الشعر. جالس طالق عليهم تيقول لهم هاد الزيت هادي راه واعره كتكبر الشعر. خونا بن جلون شد القرعه في يدو ويقول لهم قدام الناس باللي هاد القرعه هادي الا درتو هاد الزيت اللي كاينه هنايا غطيح لكم الشعر. قال الخونا اللي تيبيع المنتوج قال لي انا كنتحداك نحسن احسن منك. وكانت خطوه زوينه دارها بن جلون. خونا قبل التحدي كل واحد دار كرسي وبداو كيحسنوا لواحد في هذوك الناس اللي كانوا تيتفرجوا اللي كانت الخدمه ديالو زوينه وبسرعه غيربح. المهم بداو كيحطوا الكراسه، طلع كل واحد باش يحسن بن جلون يحسن لواحد وخونا الحلاق شي هو يحسن لواحد. بدات المسابقه وبن جلون ربح فيها هو الاول. الناس بداو يسولوا فين كاين الصالون ديالك. ردات عليهم كوثر وقالت لهم الصالون ديالو فوق المطعم ديالي، يبغى يحسن مرحبا به. هنا غنقلبوا الكاميرا وغنمشيو عند واحد السيد سميتو خالد. هاد خالد هو اللي كان خلص التيكيت ديال السفينه اللي رجع فيها بن جلون. وهو كيدور خالد في المدينه عادي في الازقه ديالها كيهز عينيه في واحد الدار كتبان ليه واحد البنت كتشير ليه بيديها وكتضحك معاه. كانت هادي زينب بنت بن جلون. كان سد عليها القاضي التازي في الدار. خالد حاول يتواصل معها ولكن والو ما كيقدرش يسمعها. هنا غنرجعو عند كوثر بنت مولا الدار الاولانيه اللي كان ساكن فيها بن جلون. كانت محافظه ليه على الماتريال ديالو باش كيخدم. جبداتهم ليه شد الموس ديال الحلاقه في يدو وبدا كيرجع الايام الزوينه ديالو مع الخدمه. خالد واحد النهار هو راجع باش يضرب طلع على زينب بنت بن جلون حيت عرف بلي القاضي حابسها في الدار وما كيخليهاش تخرج. قربات ليه واحد المراه ما كتقدرش تمشي ولابسه حوايج كاملين مقطعين. ما وصلش حداه خالد خشى يدو في جيمو وجبد الدريمات باش يدور معاها. هو سولها قال لها شكون هي ديك البنت اللي مشدوده تما؟ قالت لي هذيك بنت واحد المراه كانت ماتت شحال هادي والقاضي تشازي تكلف بها باش يربيها. خالد كيهضر مع ديك المراه كيدور كيتفاجئ كيلقى القاضي تشازي قدامه. شدو من يدو وقال لي دخل بغيت نهضر معاك.
دخلوا للدار ويقول ليه اخر مره لقاك هنايا، المره الجايه اللي لقاك هنايا غنقطع لك الصباع ديال رجليك. عيط للمساعد ديالو وقال ليه خرج هاد خونا هذا وعطيه شي قتله. داكشي اللي وقع. خالد كلا قتله ديال العصا ولاحو قدام الباب. رجعوا عند بن جلون وكاوشار وهما كيهضروا في المحل القديم ديالو. جا عنده خونا اللي كان تحداه في الحلقه. خونا في الله كان جاي مع دري صغير، وكاوشار نزلوا لتحت المطعم وبقى كيهضر مع بن جلون الفوق في الصالون. كاوشار سول الدري الصغير قالت لي شنو تدير مع هاد خونا. قال لها انا كنت في دار الايتام وجا خادني من تما وقال لي يلا تعلم معايا الحلاقه. من تما هو مكلف بيا. نطلعوا عند بن جلون الصالون وهو تيهضر مع خونا. قال لي خونا بلي هاد الصالون انا عارفوك شر منك. قال لي انت ما عقلتيش عليا وانا عاقل عليك. قال لي انا خدمت معاك صغير هنايا وعارف قنش في هاد الصالون وعارفك انت تسوى مزيان. قال لي انت واحد الحباس يلا تلقاو صراحك كانوا شدوا عندك المخدرات. بن جلون مرضاش وهز الشفره ديال الموس باش يخدم. قرب ليه وبدا كيتشبت فيه وضربوا الحنجره حتى راس ديالو بغا يتقطع. خلاه كله دمايات وهزوه حطوه في واحد الصندوقه. هنا طلعت كاوشار باش تشوف شنو كاين. مع حلة الباب كيبان لها خونا مخشي في الصندوقه. كانت صاحبه غدير شي ردة الفعل اللي ماشيش ليه. الساعه قصدت الصندوقه حلاتو ويمشي للجيم ديال خونا. جبدات البسطام ويتخبي عندها. دارت عند بن جلون وقالت ليه جاتني واحد الفكره زوينه. قلت لي انت ماشي تحمل شد الناس وانا مكنحملهمش، علاش ما نشدهمش ونوليو نخدموا باللحم ديالهم. انا بن جلون قال لها بصح والله ما كذبتش هادشي اللي يستاهلو. خلات خونا ملوح في الصندوق ونزلت عند الدري الصغير. قالت ليه ما عندك ما دير بهاد خونا هذا جلس خدم معايا في المطعم. قلبوا للاتجاه عند خونا خالد. خونا خالد ما قدرش ينسى زينب. كل نهار كيمشي عندها للدار باش يشوفها. واحد النهار جا عندها للدار ويتلوح ليه الساروت ديال مع تلح الساروت في الارض. هزو خالد ومشي عند بن جلون للصالون. ما وصل عنده وقال ليه واحد البنت عطاتني هاد الساروت وقالت لي نجي عندك راه طالبه المساعده ديالك. بن جلون كان عارف بلي مشى للدار ديال القاضي وبغا يجبدها من تما. القاضي يقدر يصيفطو للحبس. القاضي التازي في المحكمه ما كيتفاهمش بزاف مع بنادم. واحد الدري صغير حكم عليه بالاعدام. التازي هو كيدور مع المساعد ديالو في المدينه. قال لي عندي واحد الاجتماع مهم مع ناس مهمين وخصني نمشي هو هذاك. قال لي المساعد ديالو راه كاين واحد الحلاق يلا نمشيو عنده. ما غايمشيو غير عند بن جلون للصالون. بن جلون ما شافو تحكم في راسو وجلسو في الكرسي ديال الحلاقه وبدا كيحسن ليه. وهو كيحسن ليه جبد الشفره بغا يصفي عليه. دار مور الكرسي فين كان مريح التازي ويلا هز يدو بغا ينزل عليه ويدخل خالد ويقاطعهم. قال لهم انا دابا غنمشي نعتق زينب حيت ما قدرتش نخليها تما. هنا القاضي التازي حيد الفوطه من عليه وناض عند خالد. قال لي اخر مره نشوف وجهك ولا حاولتي دير شي حاجه غنصيفطك فين تربى. هنا بن جلون سخط حيت خونا كان بين يدو قدر يفلت منه. دار عند خالد ويتعصب عليه. قال لي الفرصه ما تعاودش تجيني. قال لي اخر مره نشوف وجهك هنا. هو جري عليه من الصالون. كاوشار في المطعم من تحت جالسه كتفكر كدير مع الجوجه. نزل عندها بن جلون وقال لها مالكي كتفكر كاوشار. قالت ليه كنديرو مع هاد الجوجه هادي. قال لها يمكن لينا نهزوها في شي سياره ونديوها نلوحوها في شي واد. ردات عليه كاوشار اللي كانوا ملامحها ولاو كيشبهوا للشيطان وقالت ليه علاش ما نشدوش اللحم ديالو ونحطوه في الماكينه ديال الكفشه ونطحنوه مزيان كيولي اللحم مجموع بوحدو نشدوه ونعمرو به المطعم. الفكره ديال كاوشار كانت واضحه لبن جلون وعجباتو. قال لها في هاد المدينه هادي حتى شي واحد ما يستاهل يعيش. قال لها انا فقدت الثقه ديالي من مات ليا مرتي وقدروا يقلبوني بالطريقه هادي. في العشيه جاب بن جلون الماتيريال وبدا كيقاد الكرسي اللي تيريح فيه الكليان. قادو ودار ليه واحد الزر باش لبرك عليه الكليان اللي تيكون مريح يرجع للور، يعني يتقلب ويطيح نيشان في لاكاب. كرسي الاعدام وجد واللي جا ريح فيه الله يرحمه. من بعد مده قصيره بداو الناس كيجيو للمطعم وكياكلوا فيه. المحل ولا خدام مزيان ديما عامر. اللي طلع للصالون ما كيهبطش كيتذبح ويتلاح الماكينه ديال الكفشه. المراه اللي كانت كطلب وتلاقات مع خالد جات للمطعم ومبقاش كتقول لهم هنا كاين الشر هنا كاين الشر خاصكم تشموا هاد الريحه وتعيطوا للبوليس.
الناس كاع ما مسوقه وكتاكل في اللحم بعضياتهم. شكون اللي يتسوق لك؟ جات عندها كاوشر بزربه وجرات عليها من المطعم. من بعد ما استقرت الحاله الماديه ديال بن جلون كوشر جات عنده وقالت ليه انا بغيت نعترف لك بواحد الحاجه. قالت لي انا باغي نعترف لك بالحب ديالي ليك. قالت لي انا كنحلم نعيش معاك من شحال هادي، نسافروا مع بعضياتنا. انا بن جلون ما مسوقش ليها، خلاها كتهضر وطلع للصالون ديالو. هنا كيجي عنده خالد وكيقول ليه بلي زين بداها القاضي للسبيطار ديال الحماق باش يتهنى منها. رد عليه بن جلون وقال ليه سير للسبيطار، دير راسك طبيب ديال الشعر وقول لهم باغي خصني باروكات باش نقاد بهم نوع جديد ديال الشعر، وفاش تهضر مع المدير يخليك تدخل. داكشي اللي وقع النيت. بن جلون ما بغاش يمشي للسبيطار باش يتفادى المشاكل ويرجع للحبس. مشى خالد للسبيطار ودخل عند المدير وقال ليه شنو كاين. المدير شا هو مع ودخلوا لواحد البيت وقال ليه هادو هما البنات اللي عندنا هنا، شوف النوع ديال الشعر اللي بغيتي. خالد هزعين ويجبر ليه زينب ويشير ليه بيدو وقال ليه بغيت هذاك النوع راه هو ديال الشعر. المدير بدا كيعيق خالد حس بيه ويجر ساره من يديها، خرجوا مع الباب وما يهربوا. بن جلون كتب رساله للقاضي وكتب ليه فيها باللي خالد غيمشي للسبيطار يهرب زين وغيجيبها عنده للصالون. كانت هادي هي الخطه باش يجيب بن جلون القاضي حتى بين يديه باش يتهنى منه. كان باغي يقتلو فوق الكرسي ديال الانتحار، يقتل شحال من واحد منهم وزراء ومنهم محامين. بن جلون قدر يصفى شحال من واحد في ذاك الكرسي. ودابا جات نوبة القاضي التازي. البراوش اللي خدام مع كوشر قال لها دوري معايا بغي ناخد حوايج جداد. جبدات البسطام وبغات تدور معاه ويقول لها هذيك البسطام ماشي هو ديال المعلم ديالي القديم. ضربات عليه وقلبات الهضره، قالت لي هذا راه ديالي يلا خديتو. دوخاتو بالهضره وهبطاتو لتحت فين تيطحنوا اللحم. قالت لي تعال نعلمك كيفاش تطحنوا اللحم. هنا المساعد ديال القاضي التازي جا عند بن جلون وكوشر المطعم وقال لهم بلي الناس كتشكى بلي كتعطي ريحه خانزه من هذا المطعم. بن جلون شافي وقال لي لا راه تيبان لك راه ما كاين لا ريحه لا والو، الناس راه تخربق كيشوفوك غادي مزيان في الحياه كيبغيو ضروري يحبسوك. تبت المساعد ديال القاضي مزيان وقال لي طلع نضرب لك بشي تحسينه مزيانه ونصيفطك للدار هو هذاك عند مرشك. المساعد ديال تشازي قبل بالعرض وقال لي انا نطلعوا للصالون مع ريح في كرسي الانتحار. الخبر في راسكم، برك على الزر تقلب خونا وطاح في الماكينه ديال الكفشه نيشان لتحت. البراوش جالس لتحت تياكل في واحد النص ديال الكفشه وهو كيمضغ جا في فمو واحد الضفر ديال بنادم دار ويجبر ليه الكفشه عامره بالرجلين ديال البنادم طحونين تما. البراوش بغى يهرب لقى الباب مسدود عليه. بن جلون سول كوشر قال له فين هو البراوش. قالت لي راه لتحت وحسيت بيه بحال عاقب شي حاجه. نازلين في الدروج باش يصفيو للدري الصغير. بن جلون هو لتحت مع كوشر كيسمع صوت ديال السياره جا، عرف باللي القاضي هذا جا تما. طلع عنده بالزربه ورحب بيه وقال لي دخل. قال لها يا شويه واش كون زين بهنايا. هنا حد الان القاضي التازي ما عارفش باللي هذا هو بن جلون اللي كان صيفط للحبس شحال هادي. الملامح ديالو تبدلات حيت كان دار عمليه في الحبس، عمليه بمواد بسيطه اللي قدرت تغير الشكل ديال وجهه. جلسو في الكرسي وبدا كيتعامل معاه كانه زبون. شويه ويهز يدو الفوق وينزل عليه، ذبحو برك على البوطونه وينزلو ديريكت الماكينه ديال الكفشه. هنا كوشر والبراوش جالسين لتحت في لاكاب تشبط عليهم الكسده ديال القاضي التشازي. بن جلون مسح الشفره من الدم ونزل عند كوشر لتحت باش يقلبوا على البراوش. خالد وزينب وصلوا للصالون وخباها في واحد الصندوق. قال لها جلسي هنايا انا نمشي نعيط للبوليس ونجي. هذيك المراه اللي كانت تطلب في الاول طلعت للصالون باش تحضر المساعد ديال القاضي. الساعه طلعت ولقات باللي راه فات الفوج. خونا طلع عند الله وطرا اللي طرا. كتبغي تنزل في حالها كيجي فيها بن جلون كيجبد الشفره وكيذبحها حتى هي وكيلوحها لتحت. فالسلام مع ديك المراه اللي كتطلب هز الموس ديالو الفوق وبدا كيشوف فيه وكيضحك. اخيرا نقدر ينتقم. وهو كيشوف في الموس كيبان ليه في الانعكاس ديالو شي واحد كيطلع عليه من الصندوق. قرب للصندوق حلو ويجبد زينب وبغى يذبحها. مع كان ينزل عليها حتى هي كيسمع الغوات لتحت. كانت كوثر كتغوت. الكسده اللي لاح ديال القاضي التشازي باقا فيها الروح. شدات كوثر من الجلابه ديالها وما خلاتهاش تحرك.
بن جلون وصل لتحت هو يكمل على القاضي التشازي. شاف في الكسدة ديال المرأة اللي ميتة، بقى كيشوف فيها وكيلمح مزيان ويلقاها مرتو. هنا زاد تصدم كثر وما بقى فاهم والو. كوشار كتنقر وكضرب الجوجة ديال القاضي التشازي حيت شدها من رجليها. كثرت الغوات والصداع اللي كاين تما، بن جلون ما قدرش يتحكم في راسو. شد كوشار من يديها وبقى جارة ولايحة في الران، سد عليها تما وخلاها كتحرق. بن جلون نزل عند الجوجة ديال مراتو وعنقها وبدا يبكي. هنا الباروش الصغير خرج من واحد البلاصة كان مخبي فيها، هز الموس ديال الحلاقة وجا بن جلون من اللور وذبحو. القصة ديالنا غتكون سالات هنا. كنشكركم بزاف حيت بقيتو حتى الاخر ديال الفيديو. كنشكركم على الكومونتيرات الزويونه ديالكم، وكنتمنىكم ديروا سبسكرايب، جيم، كومونتير زويون. كنتمنى نلقاكم في شي وقيته زوينه اللي تكونوا فيها بخير. كان معكم ساحة الليل، تهلاو الدراري.